أهلا بيكم يا جماعة في درس ألماني جديد. النهاردة هنتكلم في موضوع حلو قوي وكلنا بنحبه: السفر. هنعرف مع بعض إزاي نتكلم عنه بالألماني وإزاي نعبر عن اللي السفر بيمثله لكل واحد فينا. يلا بينا نبدأ. سؤالنا الأساسي النهاردة هو Was bedeutet Reisen für euch؟ يعني السفر معناه إيه بالنسبة لكم؟ السؤال ده هو اللي هيدور حواليه كل كلامنا النهاردة. طيب خطتنا إيه النهاردة؟ أول حاجة هنشوف يعني إيه السفر، وبعدين هنتكلم عن استكشاف أماكن وثقافات، وبعدها إزاي السفر بيساعدنا نغير جو ونطور لغتنا، وفي الآخر خالص هنعمل مراجعة سريعة على كل ده. خلونا نبدأ بأول جزء، وهو إزاي نتكلم عن السفر كوسيلة عشان نستكشف أماكن وثقافات مختلفة. ودي يمكن من أكتر الإجابات اللي الناس بتقولها لما تتسأل السؤال ده. أول تعبير معانا هو neue Städte kennen lernen. تعالوا نفصصها سوا. neue يعني جديدة، Städte يعني مدن، وفعل kennen lernen معناه يتعرف على، فالتعبير كله على بعضه معناه التعرف على مدن جديدة. حاولوا كده تقولوها معايا: neue Städte kennen lernen. حلوة قوي. التعبير التاني هو andere Kulturen erleben. هنا كلمة andere معناها أخرى أو مختلفة، وكولتورن يعني ثقافات. أما بقى الفعل erleben فمعناه أنك تعيش التجربة بنفسك، فالترجمة تبقى تجربة ثقافات أخرى. يلا ننطقها مظبوط: andere Kulturen erleben. طيب إزاي نستخدم الكلام ده في جملة كاملة؟ بصوا كده معايا. Reisen bedeutet für mich, neue Städte und Länder kennenzulernen. التركيبة الأساسية هنا هي Reisen bedeutet für mich، ودي معناها السفر يعني بالنسبة لي، وبعدين بنحط الحاجة اللي عايزين نقولها. بسيطة صح؟ وبنفس الطريقة بالظبط نقدر نستخدم التعبير التاني في جملة. هنقول Reisen bedeutet für mich, andere Kulturen zu erleben. شفتوا الموضوع ماشي إزاي؟ هي تركيبة واحدة وبنمشي عليها. طيب، هل السفر استكشاف وبس؟ لا طبعاً، السفر كمان فرصة ممتازة إننا نغير جو، نسترخي ونطور من نفسنا. خلونا نشوف إزاي نعبر عن المعاني دي بالألماني. هنا بقى عندنا تعبير مهم قوي مستخدم كتير، وهو den Alltag entfliehen. ده معناه الهروب من روتين الحياة اليومية، أو زي ما بنقول كده بالعامي نفصل شوية. وركزوا معايا في نقطة جرامر صغيرة ومهمة. شايفين أداة dem؟ دي هنا عشان فعل entfliehen اللي معناه يهرب من بياخد حالة الداتيف، عشان كده كلمة Alltag خدت dem. وسبب تاني مهم جدا للسفر عند ناس كتير هو Zeit mit der Familie verbringen. الجملة دي واضحة ومباشرة ومعناها قضاء وقت مع العيلة. والحلو بقى إننا ممكن نربط الفكرتين دول ببعض. نقدر نجمع آخر تعبيرين في جملة واحدة باستخدام كلمة und اللي هي معناها و. فهنقول Reisen bedeutet für mich, dem Alltag zu entfliehen und Zeit mit der Familie zu verbringen. ونيجي لآخر سبب للسفر في كلامنا النهاردة، وده بقى يهمنا كلنا كمتعلمين لغة، وهو Sprachkenntnisse verbessern، يعني تحسين المهارات اللغوية. بصوا بقى على السلايد دي عشان فيها سر من أسرار اللغة الألمانية. كلمة Sprachkenntnisse دي كلمة مركبة، والألمان بيحبوا قوي يلزقوا الكلمات في بعض. الكلمة دي أصلاً عبارة عن كلمتين: Sprache يعني لغة، وKenntnisse يعني معرفة أو مهارات. لما نلزقهم في بعض يبقى المعنى المهارات اللغوية. الطريقة دي بتسهل قوي فهم الكلمات الطويلة في الألماني. ودلوقتي نقدر نحطها في الجملة بتاعتنا ونقول Reisen bedeutet für mich, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. يعني السفر بالنسبة لي هو إني أحسن مهاراتي اللغوية. تمام قوي، كده احنا وصلنا لآخر جزء. يلا بينا بقى نلخص كل اللي قلنا ده في مراجعة سريعة عشان المعلومة تثبت. دي كل التعبيرات المهمة اللي اتعلمناها النهاردة. يلا نقولهم سوا تاني بسرعة عشان يثبتوا. أول حاجة neue Städte kennenlernen، وبعدين andere Kulturen erleben، ودem Alltag entfliehen، وZeit mit der Familie verbringen، وآخر حاجة Sprachkenntnisse verbessern. ممتاز. ودلوقتي بقى الكورة في ملعبكم. عايز كل واحد فيكم يكتب في الكومنتات إجابة على سؤالنا الأساسي: Was bedeutet Reisen für euch؟ استخدموا الجمل اللي لسه متعلمينها، أو لو عندكم أسباب تانية شاركونا بيها. في الآخر يا رب يكون شرح النهاردة كان مفيد وعجبكم. لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الدروس الجديدة. شكرا جدا ليكم، وأشوفكم في الشرح اللي جاي.